وصفة اليوم هي قريوش الخشخاش. تبعوا الطريقة للأخير باش يجيكم مورق ومقرمش كيما هذا. اسمعوا القرمشة. بسم الله. نبداو نسحقوا 5 كؤوس تاع الفرينه اللي يكونوا مغربلين، ملعقه صغيره فانيلا ونصف ملعقه صغيره تاع الملح. غربلوهم هما تانيت وخلطوا. نضيفوا كاس الا ربع تاع مارغرين ولا سمن اللي يكون دايب وبارد. بسوه مليح ما بين يديكم وجوزوه في السيار غربال حتى يهبط كلش، ما تخلوا حتى حاجه من الفوق. وهنا بداو تلموا العجين ديالكم بخليط تاع ما زهر ما وعصير تاع حبه قارص. انا خدات لي كيلو وربع حتى تلمت بالك وتجروها. قوامها كيما راكم تشوفوا شيد روحو، ادلكوها غير شويه وقسموا العجين على 4 وخلوها ترتاح. وقد ما ارتاحت مليح خلوها على الاقل ساعتين. بعد ما ترتاح حلوها على المايزينا اللي هو النشاء، حلوها رقيقه كامل. رشوا كميه مليحه تاع مايزينا هو اللي راح يورق لكم الخشخاش ديالكم. لووه كيما البسكويت. في الاخر كي تغلقوه تقدروا ديروا بياض البيض ولا الماء كيما درت انا. قطعوا الاطراف وكملوا قطعوا الخشخاش ديالكم بسمك 2 سنتيمتر وحلوه بالحلال العادي كيما شفتوني. كملوا الكميه والسر راهو في القليه. اقلوه في حاجه غامقه ومعمره بالزيت على نار هاديه، وقلوه في زيت اللي ما تكونش سخونه وما تكونش بارده. كي تبداو تقليو وتحطوا الحبه ديالكم ما تمسوهاش كامل حتى تطلع فوق الزيت، وقلبوها على الجهه الثانيه وبداو ترموا عليها الزيت هكذا باش تتورق لكم. عسلوهم بعد ما يطيبوا وديكوريهم بالجنجلان.